بوتين قعد مع ترامب وطبخوا الطبخة وقعدوا يقسموا في البلد وقسموا مصالحهم وبقوا هم حبايب، والاستثمارات هترجع ما بينهم ودنيتهم تمام. طب هل هم وصلوا لاتفاق مع بعض على حاجة في أوكرانيا؟ الحقيقة الظاهرية لأ، لكن تعالى نحلل الموضوع كده. هم دلوقتي اتفاقات اللي بينهم اتفاقات اقتصادية، وبوتين راح بمجموعة من رجال الأعمال الروس الأقوياء علشان خاطر يوصلوا او يعملوا اتفاقات اقتصادية قوية ما بينهم وما بين امريكا. كمان اختيار ولاية الاسكا بالتحديد كان ليه رمزية ان دي طبعا ولاية اصلا في الاصل روسية، وروسيا بتطالب انها ترجعها، ولكن امريكا طبعا رافضة. ولكن هي الولاية اللي بتحافظ على ابقاء الود ما بين امريكا وروسيا، وانه طبعا في حاجات ومصالح مشتركة ما بينهم، فكان ليها رمزية من النوع ده، يعني ان احنا هنفضل بينا تعاون وبينا غيره. طب خلينا بقى من تقسيم اوكرانيا واللي بيحصل، وان هم قاعدين دلوقتي بيقسموا الدنيا ومتجاهلين اصلا رئيس الدولة نفسها اللي هي ما بقتش دولة برضو وانهارت تماما. خلينا نطلع بالدرس المستفاد من القصة دي. الدرس المستفاد انه لما بيكون عندك قيادة حكيمة، رئيس حكيم، أجهزة قوية عارفة امتى تختار وقت الحرب، مش بتمشي ورا اي دولة ولا اي حد يدخلها في حرب كده ولا كده، ولا الضغوط الشعبية ولا غيره. وده اللي احنا لازم نفهمه، ده اللي لازم نفهمه في مصر. ان مصر لما بتختار الحرب وبتختار تخش الحرب، بتخش بالتوقيت اللي هي تحدده، مش اللي حد يزقها فيه. انتوا متخيلين الموقف اللي فيه الدولة دلوقتي الأوكرانية، اللي بقت دولة بلا جيش؟ انتوا متخيلين الرئيس الخيخة بتاعهم اللي دمر بلده ودمر الشعب وخلاهم دلوقتي وقاعد بيتحايل انه يا جماعة قعدوني معاكم، طب اخش معاكم في اي حاجة، طب اتفاوض، طب احط اي حاجة معايا، احط اي شرط؟ طيب مفيش، خلاص مش شايفينه. دولة بلا جيش فهي دولة بلا قرار. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الدول اللي اتقسمت والدول اللي راحت جيوشها. فياريت تفوقوا كويس قوي وتخليكوا واثقين في قيادتنا وأجهزة الدولة بتاعتنا اللي عارفة تدير كل اللي بيحصل ده بحكمة وقوة. ما تسمعوش الإشاعات والكلام اللي الخرفان بيروجوه عشان خاطر يدمروا بلدنا ويدمروا جيشنا، عشان ده المخطط اللي هم بينفذوه بالملي في كل دولة حطوا رجلهم فيها. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أوطاننا العربية، وتحيا مصر.